والاهلي قدم لهم حل جميل قوي، جميل قوي 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 قوي. ليه؟ والوكيل بتاعه قال لهم عندكم 48 ساعه تردوا، بعد 48 ساعه انت معانا على الطياره رايح تونس. لو ما ردتوش في ال 48 ساعه ده على العرض اللي الاهلي مقدمه، بعد 48 ساعه هتكون في المطار رايح تونس. وفي ال 48 ساعه دول لا في تخلف عن تمرين، ولا في تخلف عن قياسات، ولا في تخلف عن اي حاجه. ملتزم بعقدك وملتزم مع النادي الاهلي خطوه خطوه. العرض اللي النادي الاهلي قدمه لوسام ووكيله البلجيكي: 1، هنوافق على العرض المقدم من كولومبوس كرو ب6 مليون دولار للنادي الاهلي، و20% اعادة بيع، و1.5 مليون مزايا في الحالات 1 2 3 4 5 6 لو حصل. ده الجزء رقم 1. الجزء رقم 2: وسام ابو علي يدفع للنادي الاهلي من مرتبه اللي هو ال5 مليون دولار، يدفع 3 مليون دولار. في اعلى درجات التفاوض والتنازل من النادي الاهلي ممكن دي تنزل ل 2.5 مليون دولار، ويبقى هو مشى ب 8.5 مليون دولار، وهو خد في اول سنه 2.5 مليون دولار، والنادي الاهلي يستنى بقى المميزات الاخرى، ويستنى بقى اعاده البيع، ويبقى يا دار ما دخلك شر.